امتى تاخد الريسك وليه تاخد الريسك اصلا؟ الفيديو ده للناس اللي بتخاف تاخد خطوه او بيعمل لها مليونين حساب وخايف منها وبيبقى عايز يمشي على السيف سايد. الناس اللي دايما بتأجل وبتنسى نفسها، مش عشان مش قادره، لا عشان خايفه تخسر، خايفه تفشل، خايفه الناس تحكم عليها، خايفه تندم. وده في كل حاجه. انا هنا مش بكلمك عن الانجليش او مش بكلمك على اللغه او على حاجه عايز تتعلمها، انا بكلمك في اي حاجه انت بتفكر فيها، في اي خطوه عايز تاخدها. عندي حل ليك حلو قوي، بس هتعمل حاجه الاول. هتشوف الانترو وهتجيني مره تانية. ويمساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. عندي سؤال بسيط وهو بدائي جدا. هو انت ليه متضايق دلوقتي؟ يعني لو انت مرتاح في مكانك ومبسوط والدنيا كلها تمام ودخلك مكفيك وحياتك مستقرة، بتتفرج على الفيديو ده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تكمل الفيديو ده هو انك حاسس ان في حاجة من اللي انا قلتها دي مش كاملة او ناقصها حاجات كتيرة. فلو انت زهقان، حاسس انك واقف مكانك مش بتتحرك، كل يوم شبه اللي قبله، وشايف الناس حواليك كلها بقى بتتحرك وبتتقدم وانت لا، خليك معايا سيكا. ليه الريسك او المخاطرة مهمة؟ مفيش حد في الدنيا وصل لحاجة في حياته غير إلا لو فيها ريسك أو فيها نوع من أنواع المخاطرة مهما كانت نسبتها. ومفيش حد وصل لتحقيق حاجة كبيرة أو هدف كبير أو مشروع ضخم وهو جوه السيف زون، ده انساه، أو ماشي جنب الحيط، ده مستحيل. منطقة الأمان دي أو السيف زون هي مش حاجة وحشة، هو مكان حلو وجميل وتحس فيه بالأمان والدنيا ستيبل والدنيا مستقرة وزي الفل، بس هو مكان مش هيديك تطور ولا تقدم زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز. بمعنى صح، ايه السيف زون ده؟ اللي هو المكان اللي بيبقى مرتبك فيه ثابت، شغلك مضمون، يومك متوقع، مفيش اي نوع من انواع الخطورة اللي بتهدد دخلك وبتهدد حياتك. بس لو جينا بصينا بقى على الصعيد الاخر او الجانب الاخر من السيف زون، مفيش تطور، مفيش جديد، مفيش تغيير. وتقريبا كلمه من الكلمات اللي بتتقال كتير قوي على مدار الاجيال، خليك في الامان احسن. الكلمه دي مش وحشه، بس هي المشكله بقى في العواقب اللي احنا اتكلمنا فيها دي. فانت لو جيت فكرت في كلمه الريسك نفسها، هي ما فيهاش مشكله. هي المشكله ان احنا ممكن نحسب اصلا الريسك غلط. يعني معظم الناس فاكره ان الريسك ان انا اسيب الشغل فجاه، ابيع كل حاجه، ابدا حاجه من غير خطه اصلا. وده هنا مش ريسك، ده تهور. يعني بدون اي نوع من انواع المبالغه، هو بشكل حرفي literally تهور. الريسك الصح او المخاطره الصح هي مش خطوه واحده كبيره، هي سلسله خطوات صغيره حتى لو متعدده بس محسوبه. يعني خلاص بقى سيب الشغل وامشي، لا يابا، اتقل بس معايا. انت عشان تاخد ريسك في اي خطوه مهما كانت، فكر في اللي انا اقوله لك ده الاول. لو ما عندكش اي مصدر دخل تاني، عليك التزامات المصادر التانية مش هتغطيها، ما عندكش مهاره او حاجه تقدر تقدمها بديله، داخل تجربه وانت مش فاهم اي حاجه عنها، كل ده معناه ان انت الخطوه دي مش وقتها دلوقتي. وساعتها ما يتقالش عليك ان انت مش شجاع، لا، انت كده مش عايز تغامر غلط. هناخد الريسك وهناخد المخاطره، بس هناخدها صح. طب امتى بقى اخد الريسك؟ يعني امتى اخد قرار انا لازم اتحرك دلوقتي؟ في شويه علامات كده. اولا انك تبقى كاره مكانك، او بمعنى صح كاره وضعك الحالي، مش زهقان يومين وخلاص، لا، كارهه فعلا. انك تكون عندك مهارة بديلة او بتتعلم حاجة في الوقت الحالي بعيدة عن شغلك وبعيدة عن مجالك. انك تكون مستعد تفشل، ما عندكش مشكلة لو فشلت انك تتعلم من التجربة وتعيد تصحيح نفسك. ان يكون عندك بلان بي او خطة بديلة لو في حالة ان كل الدنيا دي ما مشيتش، عندي حاجة تانية اعملها. ففي الحالة دي الخسارة مش هتدمرك ومش هتدمر كل حاجة عندك، لا بالعكس، انت هتلاقي نفسك بتتعلم منها، وساعتها هيبقى ريسك محسوب شوية. وعايز اقول لك ان في كورسز كاملة بتتاخد في الريسك مانجمنت، ومعظم الشركات العالمية الكبيرة بيبقى فيها إدارة كده اسمها إدارة المخاطر، اللي هي الريسك مانجمنت. طب يا عم عمر، لو خايف اخد الريسك وافشل ويتقال عليا فاشل، خليني اقول لك على معلومة ممكن ما تسمعهاش كتير. هو الفشل مش النهاية، يعني مش آخر خطوة بتحصل هو الفشل أو النجاح حتى، لا، هو ده بيبقى بداية لمرحلة جديدة. إنما أنا لو مشيت في طريق ونجحت، فده معناه ان دي بدايه مرحله في نفس الطريق برضو، لان احنا خلاص عرفنا ان ده ناجح. بس انا عايز هنا انبهك من حاجه، ان انت لو مشيت في الطريق الاولاني احنا اتكلمنا عنه، اللي في النهايه فشلت في نقطه وهتمشي في حته تانية، لما توصل ما تجيش تقول يا ريتني كنت ساعتها عملت كذا، لا خالص، هو ده مقدر ليك، وده ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الخير هنا وكاتب لك الخير في الخطوه دي، عشان ناس كتير قوي بتقع في الفخ ده. طب لو فشلت،
ما تندمش، ما تستخباش، ما تخافش انك تحاول تاني، لا اقعد حلل اللي حصل واقعد اكتب اللي انت اتعلمته. كل الناس اللي نجحت عملت كده، يعني كل الناس اللي وصلت في النهايه او نهايه الخط لحاجه تعتبر نجاح عملوا كده. دي ناس هتلاقي منها فشلت مره واثنين وثلاثه وممكن اكتر من كده بكتير، وناس بتبدا من اول وجديد. يعني زي ما انا مثلا بعد ما عملت صفحه تعبت فيها 8 سنين ولا 9 سنين بقى عليها 1,700,000 متابع، صفحه راحت الفيسبوك، اعمل واحده جديده عادي. عرفت هتفادى ايه قدام. وبالمناسبه هتلاقي لينك الجديده دي موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، فلو حبيت تنورنا وتعمل لايك او فولو يعني انت هتنبسط. خلينا الخص لك الموضوع. الريسك او المخاطره مش انك تجرب تعمل حاجه وتفشل، لا، الريسك او المخاطره الحقيقيه انك تفضل مكانك وخايف من اللي جاي، او خايف انك تاخد الخطوه اصلا. لان في النهايه الرزق بايد ربنا سبحانه وتعالى، لا بايدك ولا بايدي ولا بايد اي حد. فانت محتاج تتحمل مسؤوليه نفسك واللي حواليك والمسؤوليات اللي عليك، تتحمل قرارك. هو كان كلام بس كده جوه الواحد عايز اشاركه مع الناس، بما اني دخلت في حاجات كتيره وفشلت كتير اكتر بكتير من الحاجات اللي نجحت. فانا مبسوط بكل التجارب اللي انا عديت بيها وفشلت، بما فيها التجارب الشخصيه اللي ملهاش علاقه بالشغل، اللي ملهاش علاقه بالرزق، اللي ملهاش علاقه بالفلوس، ملهاش علاقه بالكارير، ملهاش علاقه بالحاجات دي كلها. تجارب شخصيه، الحاجات دي كلها بتعلم الواحد وبتخليك فعلا تقدر اللي موجود معاك في الوقت الحالي واللي ربنا رزقك بيه. يا رب تكون اتبسطت النهارده او استفدت. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفك ان شاء الله الفيديو جاي. الحركه دي مالهاش اي لازمه خالص، بس حسيت ان انا محتاج اعملها.